موضوع ممكن يكون حساس للرجاله شويه. فاكرين فيلم النوم في العسل؟ فاكرين اللقطه كانت بتاعه انه ما عرفش فنط من البلكونه؟ احنا ما بنشجعش حد انه يعمل كده، لان دلوقتي العلم تطور وبقى عندنا علاج لكل حاجه. بس خليني احكي لكم المشكله دي سببها ايه. ممكن يكون اسباب عضويه وممكن يكون اسباب نفسيه. كتير قوي بنلاقي ان الرجاله ادائهم في العلاقه ممكن يضعف بسبب عدم قدرته على اتمام العلاقه بشكل مرضي ليه وللزوجه. عدم قدرته بتيجي من انه يبقى العضو مش مستعد، العضو مش قابل للانتصاب، او ينتصب شويه ويهرب منه. بسمعها كتير لما تيجي الست تقول لي احنا بقالنا سنه ونص متجوزين وما حصلش علاقه مكتمله ما بيننا. لما بتيجي المشكله بالشكل ده تتقال بالشكل ده مفيش علاقه مكتمله ما بيننا، احنا بنفكر انه ممكن يكون السبب عنصر ذكوري او ممكن يكون السبب العنصر الانثوي. لو هكلمكم على السبب الذكوري فاكتر حاجه بتؤدي الى عدم اتمام العلاقه هو وجود ضعف في العضو الذكري. والضعف ده ناس ساعات بتبقى متخيله ان هو ضعف زيرو. لا، خلوني اقول انه بدرجات متفاوته. ممكن يبقى ب 80%، ممكن يبقى 50%، وممكن يبقى 100%. ساعات بيبتدي بقوه ولا يكتمل في العلاقه، واحيانا بيهرب منه في لقطه معينه فيحس ان هو عندوش قدره على اتمام العلاقه. اسبابه ممكن تكون اسباب عضويه زي السكر، زي الضغط، زي التسرب الوريدي، واسباب تانية كتير. وبرده في عندنا اسباب نفسيه، دي اللي يهمني اتكلم فيها. حاجه اسمها الرهاب، الخوف، القلق، التوتر. لان مجتمعاتنا بتلقي على اكتاف الرجل ان الليله ليلتك يا عمده، فبيحس الشخص اللي عنده استعداد للتوتر ان هو مطلوب منه مهمه كبيره جدا، والمهمه الكبيره دي هو ما عندوش عنها اي ابعاد ولا اي خلفيه معمليه. ولو اعتبرت ان هو جرب قبل كده كان شقي شويه فما جربهاش في اطار الزواج مع الفتاه اللي بيتجوزها، فالحمل والقلق النفسي ده ممكن يؤدي بيه الى هروب الانتصاب، ممكن يعيقوا عن اتمام العلاقه مره مرتين، وبعدين يبتدوا يتعودوا على بعض والقلق يقل ويروح لحاله، فتبقى القدره بتاعته استرجعت. بس في لقطه هنا بقى، الطرف الثاني عندها توقعات ان انت الليله ليلتك، وان انت اللي هتعرف، وان انت اللي هتدير، وان انت اللي هتعمل. على قد ما هي بتبقى عندها توقعات عاليه هي بتحملها له، على قد ما هو بيبقى حاسس انه انا لازم اعمل كل حاجه بنفسي. لو قلق وخاف وتوتر بيهرب منه، ولما بيهرب منه وهي تلاقي انه هرب منه عندها خيار من اتنين. فاول مرتين بتعمل فيهم مؤدبه ولطيفه وحصل خير يا حبيبي، رابع خامس سادس مره هتبتدي تقول له هو في ايه، فهو قلقان ومتوتر، وفي ايه دي هتزود القلق والتوتر. واحنا عندنا كده زي ما تقولوا علاقه عكسيه ما بين جوده الاداء والقلق والتوتر. فكل ما القلق والتوتر بيزيد جوده الاداء بتقع في الارض، فبناخد سوء في الاداء. ونبتدي بقى نخش في ما نطلق عليه النيران الصديقه، اتهامات. ما اصل انت، ما اصل انت، اصل انت ما بتعرفش، اصل انت اللي مش متحالي، اصل انت، اصل انت. واخدين بالكم التنشن ابتدى يعلى فين؟ ما بقاش يعلى في لحظتها بس، ده بقى كمان بيطرطش على اليوم كله. فيخشوا عليا وهما الاثنين متضايقين لان هي توقعاتها ما اتقبلتش وهو قدراته ما ساعدتوش. الموضوع ببساطه شديده احنا بنسميه هانيمون امبوتنس. زمان كانوا بيسموه الهانيمون امبوتنس، اللي هو عنة ليله الزفاف او في شهر العسل. وبعد شويه بتتحل بمجرد ري اشورنس، ناكد لهم ونشرح لهم القصه هتمشي ازاي، ان لازم هي تبقى متفهمه وهو يبتدي يعمل شويه تمارين والحياه تعدي على طول. تيجوا نزود السبايسز شويه، وما جوش وما راحوش لدكتور ودخلوا اهاليهم في الموضوع. ولع حرب شعناء، لان كل طرف من العيله عايز يثبت ان اللي عنده هو اللي سليم والطرف التاني هو اللي فيه مشكله. ابني فله، بنتي فله. تلاقوا ان الخناقه دي هما بيتخانقوا مع بعض بس هو مين اللي شايل حمل القلق والتوتر والزعل من الخناق ده؟ هو وهي. فده ما بيصلحش اللي بيحصل في السرير، بالعكس بيسويه اكتر. فالتطور الطبيعي الحاجه الساعه ايه بقى يا جماعه؟ نبعد، نافويد، نتجنب. فتلاقيهم بقى لهم سنه ونص متجوزين، المشكله دي موجوده. في البدايه كان في محاولات اوليه، المحاولات دي كانت ممكن تبقى مرتين ثلاثه في الاسبوع، ثم ابتدت تبقى اسبوع، ثم ابتدت تبقى كل اسبوعين، ثم ابتدت تبقى شهر. قاعدين قدامي بعد سنه وثلاث اشهر، اخر مره حاولوا يقربوا من بعض فيها كان من 3 اشهر. شايفين الدنيا عماله تتدهور ازاي؟ لمشكله علاجها متوفر وانواع مختلفه، ونحل الازمه من اولها. فلو حصل انه انت او هو حصل كده بينكم في اول الجواز، في وسط الجواز، بعد سنين، دي مشكله ممكن تحلوها. بس المهم تروحوا لدكاتره متخصصه في امراض الذكوره او الامراض النفسيه. انا ما اقدرش اشتغل فيه لوحدي، لازم امراض الذكوره تستبعد لي اي اسباب عضويه، ده تخصصهم. لو ما فيش اسباب عضويه يبعتوا لي بقى عشان نشوف الاسباب النفسيه اللي بتعيق اتمام العلاقه الزوجيه ايه. فما تتاخروش في ان كنتوا تلجأوا للطب، لان المشاكل اللي زي دي بتخلي فيه قنبله موقوته انه يحصل طلاق. مش بعد بقى كل الحب والشحتفه والجري شمال يمين وشهر العسل
والفرح والتوضيبات والخناق، نتطلق على حاجة كان ممكن نتجنب أسبابها. اللي عنده مشكلة زي دي يلجأ للطبيب.